أنا كمغربي أتحسر على الملاعب الجزائرية الجميلة الغير موجودة بالمغرب ببلدي. كلنا تفاجئنا بالملاعب الجديدة للجزائر، ولكن أخوتي راه فاجئوني بهذه الملاعب. نهضروا بصراحة، ملاعب دولية، ملاعب ضخمة، ملاعب لا تقارن بالملاعب المغربية. نحشم نقارن ملعب مغربي بملعب جزائري جديد. واش لهاد المسؤولين المغاربه ما كيحشموش، ما كتجيهمش النفس كيما؟ شوفوا عباد الله، شوف الملاعب كي دايره، شوف ملاعب جميله جدا، ملاعب دوليه، ملاعب نقدر نقول لك انا مثلا ملعب نيلسون مانديلا باراقي احسن من جميع الملاعب القطريه. ملعب ضخم، ملعب فيه جميع التجهيزات، احسن من جميع الملاعب القطريه. الملعب الوحيد في افريقيا وفي العرب اللي عنده قاعدة هليكوبتر خاصة بصحاب الفي اي بي، ملعب فيه ريستورون داخل. ملعب واش اصاحبي تقدر تقارن ملعب مولاي عبد الله ولا ملعب طنجة ولا ملعب مراكش بهاد الملاعب هادو؟ اش تحشم والله خويا، لا تحشم. نهضروا بصراحة الاخوان، ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربة هذا، هادشي اللي حنا كنديروه لراسنا. كنبقاو نمدحو مثلا ملعب مولاي عبد الله، زادوا فيه الجياجور، نبقاو نمدحو المغرب الجديد، المغرب. تجلس مع جزائري في مقهى وتبقاو تناقشوا الامور الرياضيه والملاعب لكره القدم بين البلدين، غادي تهز قهوتك ولا تخلص قهوتك وتنوض تمشي بحالك، لحقاش غادي يجيك واحد الاحراج كبير جدا. حتى كنغمضوا عينينا كنحلوهم، كنلقاو الجيران ديالنا اللي هما فاتونا بمئات. واش نقدر دابا المغرب يدير بحال هذا الملعب هذا؟ قول لي، شوف واش المغرب يقدر يدير بحال هذا الملعب هذا؟ سبقناهم في الملاعب، ولكن راه درنا ملاعب ديال العصور الوسطى، هما طلعوا عقل وصايبوا ملاعب احسن منا، ونزيد كاع اكثر بميزانيات اقل من الميزانيات اللي حنايا صوبنا بهم الملاعب. باش تعرف نوعيه المغاربه المسؤولين اللي عندنا شنو كيديروا بهذيك الفلوس اللي كيقول لك حنا كنبنيو بها ملاعب رياضيه، وهي تذهب الى راكم عارفين الى جيوبهم. تجلس مع جزائري في مقهى وتبقاو تناقشوا الامور الرياضيه والملاعب لكره القدم بين البلدين،